السلام عليكم. النهارده انا معاكم في فيديو جديد مختلف شويه عن الفيديوهات اللي فاتت، بس انا متاكد انه هيعجبكم، فخليكم معانا لاخر الفيديو. ولو اول مره تشوفوني، انا احمد علي، مهندس معماري. في الفيديو بتاع النهارده هنصور من بيت احد العملاء، وهنشوف مع بعض الشقه بعد التطورات والتصميمات الجديده بتاعتها.
البداية أحب أوضح لكم إنها كانت شقة قديمة، وأصحابها الجداد كانوا حابين يجددوها ويغيروها تماما، وكانوا عايزين يوصلوا بيها لأفضل شكل في خلال مدة زمنية معينة تحت بادجت هم محددينه. وده اللي احنا بنلتزم بيه مع العميل، بحيث انه يحدد التكلفة عشان ما نخرجش براها من البداية. الريسبشن كان ضيق قوي، الالوان بتاعه الشقه ما كانتش كويسه، كانت الوان صريحه كده جامده. الطرقه كانت المجروحه اللي يفتح باب الشقه يعني كاشف كل اوض النوم. كنا محتارين اللي هي انهي تبقى ماستر روم. السقف بتاع الشقه كله كان واقع، التكييفات ما كانتش مظبوطه. بالنسبه لي الشقه كان موقعها كويس جدا، بس هي المشكله ان المنطقه هنا معظم الشقق فيها قديمه، ودي كانت مشكله كبيره بالنسبه لي، لان الشقه طبعا قديمه في الستايل بتاعها قديم. التقسيمه بتاعتها ما كانتش بالنسبه لي مريحه، المطبخ كان ضيق، الحمام كان ضيق برضو جدا، مكان الحوض كان رخم، يعني الوقفه بتاعته كانت رخمه، ما كانش فيه دولاب كتير تاخد حاجتي جوه المطبخ. بالنسبه للريسبشن برضو كان صغير، وكانت تقسيمته مش لذيذه، فلو كان عندي ضيوف هيجوا مثلا او حاجه ما كانش العدد يسمح يعني ان انا اخد عدد ناس كبير. طبعا السقف كان متهالك، الالوان بتاعت الشقه ما كانتش نفس الستايل بتاعي، يعني كان في مشاكل كتير بتواجهني بصراحه في الشقه، كون انها قديمه وكمان هي اوريدي متشطبه، فالتشطيب بتاعها ما كانش متناسب مع ذوقي. احنا المشاكل اللي كانت بتواجهنا في كل مكان في الشقه احنا كنا بنعرضها على باشمهندس احمد، وهو بيبدا يقول لنا احنا ممكن نتصرف ازاي او نعمل ايه، وبيدينا كذا اقتراح وبنشوف الانسب لينا والافضل لينا، وكمان يكون يعني ملتزم بالبادجت اللي احنا محددينها، بحيث ان احنا لما نخلص الشقه كلها ما نبقاش متحملين تكاليف زياده ملهاش لازمه. فكل حاجه فعلا كانت بتتعمل في الشقه بتتحط في المكان الصح والتكلفه المظبوطه. فهو كان بيقترح علينا يعني كل مشكله بتواجهنا ايه الحل الانسب ليها. بس فكل حاجه كانت مضايقاني في الشقه، وكل حاجه كانت مش مريحه بالنسبه لي، كنا بنتكلم ونشوف حل للموضوع. يعني مثلا المطبخ ضيق فاحنا هنعمل كذا عشان نبدا نوسعه. الحمام مثلا كنت عايزه فيه شاور كابينت فما كانش فيه، وكانت المساحه بتاعته صغيره جدا جدا، فكان موضوع تشالنجينج قوي. لكن هو اقترح عليا حاجات عشان نحل بيها الموضوع ده. بالنسبه للاضاءه برضو انا كنت عايزه سبوت لايت وعايزه اندايركت لايت، وكنت خايفه من تنوع الاضاءه دي، بس هو قال لي لا هي تبقى شكلها لذيذ. بالنسبه للسقف كنت عايزه اعمل سقف ساقط، خايفه بس ان السقف يبقى قصير او حاجه، هو قال لي لا ما تخافيش، وفعلا انا كنت مرعوبه، بس فعلا لما الجيبسون بورد اتعمل وكده انا لقيت ان الدنيا لا حلوه جدا. فانا فعلا مش ندمانه على اي حاجه انا عملتها في الشقه، وبجد احسن قرار خدته ان انا اتعاملت مع الباشمهندس احمد وشفت الديزاين بتاع الشقه قبل ما يتنفذ. لا هي دي اهم حاجه، يعني لو حد يقدر ان هو يعمل الموضوع ده بالنسبه له هيبقى مهم جدا جدا، لان انت ما بتتفاجئش بالحاجه بعد ما بتتعمل وتضطر تكسر او تغير او تعدل، كل ده بتبقى تكلفه زياده عليك يعني. لكن لو انت اوريدي شايف الحاجه قبل ما تتعمل بيبقى اسهل اولا على الصنايعيه، لانه بيبقى شايف الديزاين، شايف اماكن كل حاجه، اماكن الكهرباء، اماكن السباكه، اماكن كل حاجه موجوده في الشقه، فبتبقى بالنسبه له لما تبقى صور بتبقى طبعا احسن بكتير من ان انت بتشرحي له ببقك كده بس.
فلا دي اهم حاجه، واي حد فعلا يقدر يافورد ان هو يتعامل مع انتيريور ديزاينر او كده، لا بالنسبه له يبقى افضل بكتير، لان الريسك بيبقى اقل بكتير جدا من ان انت تبقي بتتعاملي انت منك للصنايعي بتشرحي له كده بالروح. هو ال 3D هو بيكون حاجة أقرب ما يكون للواقع، أنت بتكون شايف كل حاجة اللي هي هتبقى موجودة ازاي، التفاصيل بتاعت العفش، الإضاءة، التكييفات، المكان، كل حاجة بيبقى أنت عارف مكانه فين من قبل ما تبدأ أصلا. بصراحة أنا ما كنتش متوقع الفينش هيبقى بالصورة اللي هي كانت موجودة دلوقتي دي. أنا بالنسبة لي راضية بنسبة كبيرة جدا. هي كل حاجة كانت موجودة في الديزاين طالعة على الحقيقة بالظبط. في حاجات كمان أنا ما كنتش متخيلة إنها تطلع حلوة، بس طلعت أحلى مما كنت أتخيل أصلا. فلا فعلا يعني الكومباريزن ما بين ال 3D والحقيقة لا يعني فعلا هو فبالنسبة لي أنا ساتسفايد بنسبة كبيرة جدا. أول حاجة الطرقة اللي اتقفلت، المطبخ والحمام، أوضة النوم تحفة، بس هي كل الشقة كلها حلوة ما شاء الله يعني. اكتر حاجه مميزه الريسبشن ان هو كبر، فبالنسبه لي بقيت حاطه العفش اللي انا كنت حاطاه في دماغي، ويبقى عندي ليفينج روم وعندي ريسبشن واسع واخد قطع كتير. ده بالنسبه لي كان حلو جدا. بلس ان انا كنت عايزه في الشقه اعمل كافي كورنر وما كانش فيه اصلا مكان، فباشمهندس احمد اقترح ان احنا نقفل الطرقه ونعمل الكافي كورنر مكان المدخل بتاع الطرقه. فده بالنسبه لي من احلى الحاجات اللي عملتها في الشقه، وكان اقتراح حلو جدا وكويس. طبعا دي اهم مكان في الشقه بالنسبه لي، وهو المطبخ. ودي كانت اكتر حاجه بصراحه انا كرهاها في الشقه، لان المطبخ كان صغير جدا جدا جدا، يعني عشان تقف فيه يعني كارثه. وده كان اكتر حاجه بصراحه عامله لي ازمه، لان المطبخ كان ضيق جدا، يعني ما كنتش تقدر تقف كده براحتك وتتحرك وتيجي، لا خالص. كمان مكان الحوض ما كانش زي ما هو موجود هنا، كان مكانه في كورنر كده، فانت لازم تقف معوج وبجنب وكده، وحاجات مش لذيذه. كمان كان في كمر وفي سقف ساقط، وكانت الدنيا ضيقه قوي. ودي حاجه ما كانتش حلوه يعني في المطبخ، وكانت مضايقه المكان قوي. كمان انا حاجتي كانت اللي جايباها ما كانش ليها مكان، لان كانت عدد الدولف كان قليل قوي، وكمان الاجهزه كتير. فدي كانت حاجه يعني صعبه ان احنا نوفق ان احنا نحط الاجهزه كلها في المطبخ، وفي نفس الوقت ان يبقى فيه دولف تتحط فيها الحلل وتتحط فيها بقيه حاجاتي. بالنسبه لي برضو كنت محتاجه اماكن احط فيها الانبوبه بتاعه البوتاجاز، محتاجه ادراج عشان الرفايع الصغيره. كل الحاجات دي اتناقشت فيها مع باشمهندس احمد، بحيث ان هو يعمل لي ديزاين مناسب لاحتياجاتي ومناسب للحاجات اللي انا عايزاها، وفي نفس الوقت مناسب لمساحه المطبخ. عشان كده هو اقترح عليا بقى اقتراحات في تعديل الحيطان والسقف والكمر، ونخرج الكاونتر بره والحاجات دي كلها. بس لحد ما طلع المطبخ بالشكل اللي انا عايزاه، واخد حاجتي كلها، وفي نفس الوقت هو شكله مريح ولطيف ومش مضايقني، رغم ان هو ستيل صغير، بس هو مش مضايقني خالص يعني. وبالنسبه لي بقى مطبخ مريح. وبكده الفيديو بتاع النهارده يكون خلص. هستنى تعليقاتكم واقتراحاتكم، ولو اي حد عنده اي تعليقات هستناها في الكومنتات تحت. وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.